ده منظر سمك. ده منظر لا يسر عدو ولا حبيب ولا حد يقول على ده سمك. ايه السمك ده؟ اروح دقيقتين اتنين اخرج واسيب السمك في الفرن لبنتي اللي في الكليه، اقول لها يا بنتي بصي على الفرن، خلي بالك من الفرن، اجي الاقيها قلب السمك وهو لسه طري، يا دوب الصينيه كانت سخنت في الفرن، والاقي السمك بايظ خالص ولا فيه قشر ولا اي حاجه خالص، والسمك مهري عامل زي الارنب المسلوخ. ايه ده؟ امال هيتعلموا امتى العيال دي لما يكونوا في الكليه ما بيعرفوش يشووا السمك؟ هيتعلموا امتى؟ يعني لما يروحوا عند جوازهم ويجوا جوزها يلعن في امها يقول امها ما ربطهاش ولا علمتها الطبيخ ولا علمتها الاكل؟ امال لو جايب ناس معاه هياكلهم ان شاء الله ولا هو ياكل ايه؟ ايه الكلام ده؟ لازم نعلم بناتنا كل حاجه، انما هم كل ما تتكلم تقول لي كلم، انا شفت على النت هم بيقلبوه، ما النت بيعملوه على بيعملوه على الصاج على البوتاجاز من فوق، ولا على الفرن في فرن البوتاجاز، وفرن البوتاجاز شويه ما يعلم بيه الا ربنا. انما ده انت بتعملي في الفرن ابو شوارق، ده بتبقى ناره عاليه بتشوفي السمك، احلى سمك تطلعيه منه. كان معايا الحاجات اللي حطيتها دي زي ما حضراتكم شفتوا كده، فلفل الوان احمر واخضر واصفر وليمون وورق كزبره والتوابل بتاعته، آه، وتوم والتوابل فلفل اسود وملح وشطه وكمون وكزبره، كل ده تقلب مع بعضه مع الزيت مع الخل والملح، كل ده قلبته مع بعضه كده وحطيته، هيبقى ده الحشو بتاع السمك. بعد ما غسلت السمك ونضفتيه وشلت الدهن اللي بيطلع منه ده ما ترموهوش، حطي فيه تاني، هو ده اللي بيخلي طعمه حلو. وحطيت شوية زيت وحطيت الخل والحاجات دي كلها، وقلبي كل ده، التقليبة دي هيبقى دي الحشو. ما تكتريش الحشو علشان خاطر السمكية من قلبها يستوي، مطرح ما انت تحط الحشو كده ما يبقاش الحشو بتاعه يسيبه من غير تسوية، يسيب السمك من غير تسوية، والحشو كمان يبقى من غير تسوية عشان لما انت تكتري يا دوب بس تبقى ريحة كده، تدي للسمك ريحة حلوة وطعم حلو، بتبقى ريحته جايبة آخر الدنيا. هي الغلطة الوحيدة ان احنا قلبناه على الجهة التانية وهو لسه ما استواش. حشت السمك في الردة من كل الجهات كده، سواء الردة بتاع الخبيز او الردة الخشنة الموجودة عندك. ما انتش هتعمليه في ردة كده، هتشيل القشرة بتاعته خالص، اللي هي اللي بتبقى الناعمة دي هتشيلها، الظهرية بتاعته دي كلها هتشيلي القشرة بتاعته وتعمليه. ممكن تعمليه في الصينية على فرش وتحطيه بس هتحط عليه شوية زيت كده من فوق، او هتعمليه بالردة كده، مش هتحط عليه اي حاجة ولا زيت ولا اي حاجة، هتسيبيه يستوي زي ما هو مع نفسه كده، معاه الدهن جوه والزيت اللي احنا حاطينه على الخلطة، وحطيناه في الفرن زي ما حضراتكم شايفين، ما حطيناش له اي حاجه، حطيته في الفرن، الفرن ولع من فوق ومن تحت. واول ما تحطيه كده خلي النار، الشروقه دي تيجي نارها على الشروقه دي علشان خاطر، وتعلي من تحت علشان خاطر ما يمسكش في الصينيه ويبقى ما هوش وما تعرفيش تشيليه، ونعمل زي ما احنا عملنا كده، نسيبه والقشر بتاعه يمسك في الصينيه من تحت ويسيب السمكيه خالص زي ما حضراتكم شايفين. قلبت الصينيه على كل الجهات كده، تقلبها على كل الجهات كده عشان خاطر تستوي من الشوارق من هنا ومن هنا، بس ما قلبناش السمك خالص. يا لما قلبته يعني شالت السمك وقلبته على الجهه التانية، قلت لها حطيه زي ما هو علشان خاطر القشره اللي محطوطه في الصينيه من تحت هتمسك في السمك تاني على ما يستوي، وتبقى السمكه تستوي والقشره تمسك فيه. وعملنا الملح، حطينا الملح في الميه وحطينا التملحه بتاعته دي على السمك. اول ما ملحتي تسيبيه 5 دقايق، هتعملي في التمليحه دي اللي احنا عملناها بالخلطه اللي احنا حشينا بها السمك والملح. اظبطي الملح بتاع السمك علشان خاطر السمك لما بيبقى عادي ما بيبقاش طعمه حلو. انت لو جايبه كميه سمك كبيره تعمليها كلها، بدل ما تعينها في الفريزر طريه، لا شيليها شويها الاول وشيليها في الكيس في الفريزر مشوي. اول ما تعوزيها للاكل طلعيها من الصبح تفك كده على ما تيجي من شغلك او انت وبعد كده تحطي لها التمليحه بتاعتها، تسخني الميه وتعملي التمليحه دي اللي احنا عملناها دي وتحطي فيها السمكه، يبقى كانك شويها دلوقتي، يبقى وفرت غاز انك انت تولعي الفرن مرتين، يبقى كله مره واحده. النسيره زي ما حضراتكم شايفين كده بيضه ومفيش سايبه السفه خالص، يعني حته السمكه سايبه السفه ومفيش لا دم ولا اي حاجه. وده كان فيديو النهارده، واشوفكم فيديو جديد.